أمراض ليها علاقة بالضعف الجنسي. لو عندك أو بتشتكي من أحدهم لازم تتابع نفسك وما تسيبش الأمراض دي تؤثر أو تؤدي إلى ضعف جنسي كامل أو إلى عجز جنسي، ودي مرحلة بعد الضعف الجنسي. أول حاجة فيهم هو السكر. مرض السكر من الأمراض المنتشرة كتير قوي في الوطن العربي، وده بسبب قلة الحركة وسوء التغذية أو سوء العادات الغذائية. المرض السكر مرتبط برضه بالوزن، يعني أنت لو وزنك بيزيد فغالبا هتلاقي إن عندك جزء من ارتفاع في السكر التراكمي. تمام؟ ناس كتير بتبقى عارفة إن عندها السكر، ودي حالات بنشوفها في مركز صحة الرجال، والحقيقة يعني بنندهش لها إن هو المريض جاي وعارف إن عنده سكر، وهو عارف كمان ان السكر هيؤدي الى الضعف الجنسي، لان دي مش سر، ده حاجه معروفه منذ قديم الازل، والرجاله كلها عارفه المعلومه دي على فكره، يعني دي مش حاجه جديده انا بقولها، الرجاله كلها عارفه ان احد اسباب الضعف الجنسي هو السكر. هو بيقول لك انا عندي سكر وعارف ان هيجي لي ضعف جنسي. طيب ايه بقى اللي عملته كوقايه من ان مرض السكر ما ياكلش في جسمك؟ وازاي مرض السكر بيؤدي الى الضعف الجنسي؟ دي نقطه لازم نفهمها. مرض السكر صاحب صاحبه، بمعنى طالما تشخصت ان في سكر ابتدي حسن نمط حياتك، اتحرك اكتر، يبقى في رياضه، ما تاكلش وتنام، ظبط الادويه بتاعه السكر زي ما الطبيب المعالج لحضرتك كاتبها. كويس؟ انما حته الاهمال في العلاج، اصل انا مش مهتم بنفسي، اصل انا مشغول، اصل انا ما بحللش، اصل انا ما بعملش. طيب ما السكر مرض القاتل الصامت، القاتل الصامت مش قاتل لحضرتك، قاتل للجنس. تمام؟ طبعا هو بيؤدي الى اعراض ومشاكل في اعضاء اخرى غير الجنس، ولكن احنا هنا حلقتنا كذكوره بنتكلم على السكر والضعف الجنسي. تمام؟ السكر بيعمل حاجه اسمها دايابيتك مايكرو انجيوباثي، بمعنى انه بيعمل تصلب في الشرايين الدقيقه المغذيه للاعصاب. الشرايين الدقيقه المغذيه للاعصاب، فبالتالي الاعصاب ما بيجيلهاش الغذاء الكافي، فبالتالي الاعصاب نفسها ما بتنقلش الاشاره المطلوبه في الوقت المناسب بالسرعه المناسبه بالكفاءه المناسبه. تمام؟ هنا دي بتبتدي التاثير بتاعها بيظهر في الانتصاب مباشره، يعني غير الاعراض الضعف الجنسي الاخرى اللي اتكلمنا فيها عن حاجات كتير تانية. السكر بيأثر على الانتصاب مباشره، بمعنى انه يبقى في رغبه لكن ما فيش انتصاب. تمام؟ ده على خلاف مثلا الخلل الهرموني اللي ممكن يكون فيه ما فيش رغبه، كويس، وفي جزء من الانتصاب. السكر بيعمل العكس، انه يبقى فيه الرغبه موجوده ولكن ما فيش انتصاب. ما فيش انتصاب بمعنى مش ما فيش انتصاب بنسبه 100%، لا، هو انه الراجل بيبدا الانتصاب يقل في كل مره عن المرات اللي قبلها، على مدار طبعا الكلام ده مش يعني ايام، ده على مدار اسابيع وشهور وسنين. يبتدي يلاقي انه درجه قوه الانتصاب بتاعته بتقل 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 بتقل. كويس؟ ممكن يكون معاه اسباب اخرى، احنا هنا بنركز على مرض السكر. كويس؟ طيب ايه العلاج في حاله وجود مرض السكر؟ وهل العلاج هنا بيبقى علاج السكر بس بيؤدي الى انه النتائج العكسيه اللي حصلت من تاثير على الاعصاب دواء السكر لوحده هيرجع الحاله الجنسيه لطبيعتها؟ طبعا لا. هنا النهارده احنا دخلنا في مرحله خلل للاوعيه الدمويه في الاعصاب، والاعصاب اتاثرت. فهنا هيبقى البروتوكول العلاجي بجانب تظبيط السكر علاج المشكله بقى اللي حصل، ومدى تاثيرها على الاعصاب، ومدى تاثيرها على الاعصاب الطرفيه. ومثلا المريض ده بيشتكي دايما غالبا من سقوعيه في الرجلين، تنميل في الاطراف،
احساس بيقل في اثناء العلاقه، احساس بيقل في العضو الذكري. يعني المشكله في مراحل السكر اللي ما بتتعالجش كويس ان التاثير بيبقى تاثير متشعب، فمحتاج يبقى العلاج بتاعه مع اكتر من تخصص ومع اكتر من شق، بيبقى بيتدخل فيه الاوعيه الدمويه، بيتدخل فيه الاعصاب، بيتدخل فيه الذكوره، بيتدخل فيه الغدد، علشان في الاخر نوصل لروشته واحده تعالج الحاله دي كامله.